سنة 2014 في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، والحياة ماشية بشكل طبيعي جدا. فجأة الناس تتفاجئ بسقوط أشلاء جثة راجل من السماء، وكانت الناس كلها في حالة ذهول. في منطقة ريتشموند في لندن سنة 2015 لقوا جثة راجل فوق سطح مبنى، وبعد شوية وقع من السماء واحد تاني، لكن التاني كان لسه عايش بس في حالة حرجة. وفي سنة 2019 وقعت جثة راجل من السماء في حديقة في لندن، بس المرة دي كان جسم الراجل متماسك رغم السقوط، وده بسبب انه كان قطعة من التلج. طب كل الحوادث دي حصلت ليه وازاي؟ السبب ان في شباب كتير بتتسلل للمطارات في بعض الدول، وبيستخبوا في تجويف العجلات بتاعة الطيارات اللي بتكون متوجهة لأوروبا عشان كذا سبب. منهم مثلا انه بيهرب من الفقر ويدوروا على حياة احسن ليهم، بالرغم ان بعض البشر بيحاول يهرب لأوروبا عن طريق البر او البحر، لكن الهروب عن طريق الطيارات ده اللي فعلا حاجة مرعبة، ودليل على ان كل شخص ممكن يعمل اي حاجة علشان يلاقي فرصة عيش افضل. المرعب ان في بداية احتكاك عجلات الطيارة بالارض بيتولد حرارة عالية جدا، وبعد ما الطيارة بتطير وتوصل لارتفاعات كبيرة في السماء بتقل درجة الحرارة جدا وبيزيد الضغط بشكل كبير، والشخص اللي بيحاول الهرب بيموت. ولما الطيارة بتوصل وتفتح عجلاتها في الجو، الجثة بتاعة الشخص ساعتها بتقع. اللي بيعمل كده بيموت بسبب الحرارة العالية، ولو نجا أصلا بيموت من الضغط العالي اللي بسببه الرئة والأجهزة العضوية بتنفجر، وبسبب درجات الحرارة القليلة في الارتفاعات العالية فالجسم بيتحول لقطعة تلج. وللأسف الشخص قبل ما يموت جسديا فهو كمان بيموت معنويا من الخوف ومن المصير المجهول اللي مستنيه، وبيجازف بنفسه علشان يهرب من الفقر والجهل والمرض. ومعظم اللي بيعملوا كده بيكونوا من الدول الأفريقية، بالرغم من أنها من أغنى القارات بالموارد والثروات، بس مع الأسف بتتسرق لحد النهاردة.